سلام عليكم. انا رجعت يا جدعان، وهنا السؤال بيطرح: رجعت منين بالظبط؟ من المانيا، بلاد الفرنجة، حيث جملة جميلة نظيفة ومتطورة هي محل للاعراب فعلا. المهم، كنت في سفرية كده بقضي مصلحة، يعني بغض النظر هي سفرية علمية عشان نكون واضحين، لان حسيت مصلحة كده طلعت تحسها اني كنت بعمل اوبن داي هناك عشان ابيع هدمتين جبتهم من تركيا، يعني بغض النظر. المهم، كانوا 6 ايام عظمة، واستنادا على مبدأ الشفافية وبما انكم ممثلوا الشعب على الاقل بالنسبة لي، انا قررت اقسم الرحلة على جزئين، احكي لكم اهم الحاجات اللي حصلت ويعني تعليقاتي عن بعض الاشياء. وعليه ده الجزء الاول. اولا، عشان نكون واضحين، دي كانت اول سفريه ليا خارج الوطن، يعني طبعا احنا خاربينها جوه الوطن، شرم بقى وغردقه ومرسى علم الحاجات دي، بس دي اول مره خارج حدود السحابه السوداء. اول يوم وصلت فيه بون، ودي هي المدينه اللي انا رحتها في المانيا، كانت حوالي الساعه 7 مساء، بعد ما اتشحورنا وتهنا يمين شمال دهاليز، افتح الباب تلاقي دهاليز، انزل من الدهاليز تلاقي باب، وهكذا دواليك. وصلنا، حطيت الشنط ونزلت لاني كنت جعانه هبل. لسه واقفه في الساحه اللي فيها المحلات، لقيت جرس بيضرب تين تين، عشان اتساءل ايه ده يا جدعان، غاره؟ مش الغارات دي انتهت ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ لاكتشف في مفاجاه ان المحلات هتقفل، كل المحلات. وانا اللي هو ايه ده سعادتك؟ انتوا بتقفلوا 8؟ احنا بنرش ميه الاستباحه الساعه 8 بالليل، في ايه؟ المهم، قطعت طريق محل بيجلز وجبت لي بجلايه ودونت بامبا كده، كانت حلوه وفيها نقط بيضاء، حاجه كده جميل. ما علينا. قعدت انا واصدقائي ناكل على دكه، كان معايا صديق وصديقه. فجاه وانا قاعده سمعت حاجه بتعمل كده اهو لا مؤاخذه يعني. فانا مش فاهمه في ده ايه ده يا جماعه، في ايه الصوت ده ايه؟ فلقيت صاحبي اللي قاعد جنبي بيقول لي: رحاب، الواد اللي جنبي ده بيشم اعتقد. قلت له: بيشم ايه بالظبط؟ قال يعني بيشم بيشم. فانا قلت له: في الفسحه كده؟ طب يعني ساتر اي حاجه مش يعني سيبناه على راحته. بعدها بدأ يلف، وتشيز كان تطور طبيعي الحاجة الساقعة، مع اني كنت شايفة ان العكس هيبقى بالنسبة له افضل. المهم، بعد كده لقيت ست كانت قاعدة جنب اللي بيشم دوت، فجأة لقيتها بتنده على واحد في الشارع من بعيد بصوت عالي جدا، والراجل بمنتهى الحميميه جه. فلقيتها فجاه بدات انها ايه، مش عارفه، عماله تخبط فيه وتحط ايديها في جيوبه، يعني الصراحه تفاصيل زايده، بس يعني ده اللي انا بحكي لكم اللي شفته. المهم، لقيته بعد كده عشان اكتشف ان هي محتاجه سيجاره، وانه ببساطه الراجل ده ما يعرفهاش، طلع لها السيجاره ومشي. وانا بمنتهى يعني الصراحه يعني الصراحه انا اتخضيت، لاني قلت ببساطه: ثواني، هو انت اي حد بينده لاي حد في الشارع بيروح له كده على طول؟ يعني يمكن سلو بلدهم كده، احنا مش عارفين برضو، يعني انا اتفاجئت. يلا ما علينا. ثانيا، رجعت الاوتيل. بعد الاكل بيجي ايه يا جماعه؟ طبيعي مليت، محتاج تفرغ. شوفوا، من مبدا لا حياء في العلم واكيد ولا في الغربه، انا كانوا قايلين لي موضوع الشطافه ده من قبل، يعني هم قالوا لي، وكان في محاولات فحيحه اننا نحل الازمه دي على غرار الشطافه المتنقله، هذا اعلان غير مدفوع الاجر، او ازازه نسلم وبسبوس دي. لكن المحاولات دي كلها فشلت، وانا قررت اسافر كده من غير حاجه الا دعاء الوالدين وباكيت الديتول ومناديل الاطفال بدون الكحول، ونشوف. وكانت تجربه، بس انا مش هقدر اقول غير كده. حضرتك يا فندم، طب اللي هو شطافه خارجيه، طب اي حاجه، طب نساعد بعض، طب بص قرب الدش شويه، ماشي؟ يعني نظري مش عايزه فعليا والله الامانه، مش عايزه ادخلكم في تفاصيل زايده، بس احب اقول انها كانت تجربه تستحق ان تدرس. وعليه نصيحه لاي حد اول مره هيسافر في بلد ما فيهاش شطافه في اي حته في اوروبا: انسى حبيبي، بص كل اللي هيتقالك انت تاخد اي دواء يمسك معدتك، لان المقابل انك هتستحمى 3 مرات في اليوم عشان في النهايه تصل للنتيجه الحتميه، وهي انك هتبوش هتبوش، ملهاش هتبوش. ثالثا، النظام يا جماعه، ما شاء الله الله اكبر، يعني هم عندهم نظام مرعب. اشارات المرور هناك رهيبه، لدرجه ان صديقه المانيه واثناء شرحها طريقه تعديه الشارع، نظرا ان انا كنت بعدي الشارع اللي هو يلا بقى فسحه، فبتقول لي: هو انتوا ما عندكوش اشاره مرور؟ للامانه ما عرفتش ارد، يعني طبعا بيبقى احراج، انت عارف احنا كمصريين بنتحرج، فما عرفتش ارد، بس قلت لها واكدت لها ان احنا عندنا اشارتين عند سيتي ستارز دايما الناس بتكسرهم، بس ده حلو كبدايه، اتليست في النيه. الشوارع هناك برضو تحسها كأنها مغسولة، على الرغم اني اعيب عليهم اني لقيت ورقتين وازازة بيرة مكسورة على الارض، واحب هنا اقول لابراهيم محلب: عيب، انا مش هقول اكتر من كده. رابعا، انا بقى كنت نازلة في سنجل روم،
طبيعي مش هنزل في دبل، هعمل ايه؟ المهم، ونظرا اني يعني بخاف شويه، يعني أنا مش عادي يعني، كنت بشغل التلفزيون طول الليل عشان ونس. مصريين. المهم، هم بقى ما شاء الله مدبلجين الافلام كلها بالالماني، وانا اكتشفت دوت لاني اول يوم لقيت فيلم بريف هارت بيتعرض، فقلت هوب بقى لو ميل جيبسون بقى وي ار فري وحاجات كده ونعيش. فلقيته فجأة بيتكلم بلغة عجيبة عشان اكتشف انه دي الماني دويتش. اول فكرة جت في دماغي قبل ما افهم كل ده، ما شاء الله ميل جيبسون لهلوبة في الالماني، عشان اكتشف انه مدبلج. سذاجة. المهم، الفكرة انك وانت قاعد بتتفرج كمصري زائر على الافلام، فجأة بتلاقي تفاصيل زايدة زايدة، فتلاقيك انت لا اراديا بتستغرب، انطلاقا من مبدأ الفيلم ده يا جدعان لو اتعرض في مصر مش هنعرف ان العيل ده هو ابن البطل، ببساطة لانهم قطعوا مش بس المشاهد اللي فيها حاجة، ده كمان قطعوا المشاهد اللي الابطال بيفكروا لسه يعملوا فيها حاجة، يعني مش ممكن. فتلاقيك اللي هو يا بلد ما فيكيش رقابة، الفيلم ده لازم يتظبط ويتقفل تقفيل مصري. خامسا، انا عايزه اقول لكم حاجه واحده، احنا رخصنا قوي يا جدعان. انا عارفه احنا رخصنا، بس انا قصدي احنا ليترلي رخصنا، يعني فعليا. هل تعلم يا صديقي ان اليورو ب10 جنيه؟ لو تعلم احب اقول لك انا لله وانا اليه راجعون، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا ادخل محل الاقي جزمه ب100 يورو، الصراحه انا كان في البدايه كنت ممكن اجيبها عادي، وبعدين يبدا ذهني السيكوباتي في عمل عمليه حسابيه بسيطه عشان اكتشف ان ال100 يورو دول يعني 1000 جنيه مصري، عشان تلاقيني واقفه في نص المحل بقول بعلو الصوت يا لهوي ليه، عشان كل الناس طبعا بصلي، بس هم مش عارفين انا بقول ايه بالظبط. just an alien. طبعا دي كانت وهل الصدمه وكده، واول مره بره وبتاع، بس هنتعود ان شاء الله. بس بعد كده لقيت ماكينه قهوه برضو ب 1280 يورو، الله، دول اللي هم 12800 جنيه مصري، اللي هو يعني على اللي جابوكم عنكم ما شربتوا قهوه، مالها الكنكه دي؟ قومت بيوت يا جماعه، والله حاجات غريبه. واخيرا وليس اخرا، دي كانت بعض المقتطفات الرئيسيه، على ان تنتظروني في النص التاني عشان تسمعوا بقيه تفاصيل رحله رقم 1 المانيا مصر رايح جاي.